عسلامة مرحبا في مطبخ أم حبوب. اليوم جبت لكم وصفة زمنية من قاع الخابية اللي هو البوليس المكتف. وصفة بريسك اندثرت ما عادش راوها برشا. حبيت نذكركم فيها وتجربوها على خاطر فيها بنة عالمية. وكالعادة نحاولوا ديما نحافظوا على موروثنا الغذائي. باش نعطيكم الأسرار الكل متاع نجاح الوصفة هذه. تابعوا الفيديو وإن شاء الله يعجبكم. لهنا المكون الرئيسي اللي هو الخرشف. لهنا باش نستعمل الجواندوات باش نقشر الخرشف على خاطره من عائلة الجنارية. دونك يكحل كي يكحل معناتها اليدين كي نقشروه ديريكتومون. ويلزمنا كيما نعملو الجنارية بالضبط ناخدو ماء نعملو فيه عصرة قارص هكاكا باش يبقى لونه مزيان. باش نوريكم كيفاش نقشرو الخرشف. وعلى فكرة الخرشف في مدينة بنزرت نستعملوه برشا خاصة في رشة البنزرتية نقصوه في مرقة الخضرة. نستعملوه كيما هكا في البوليس المكتف. بنين برشا وعنده برشا فوائد. أنا الحقيقة يعجبني برشا وبنين. نطيبوه راهو حتى في المكرونة بالصلصة ومكرونة الدار البنزرتية. نحطوه في الصوص متاعها بنين برشا. لهنا وريتكم كيفاش نقشرو. ناخدو بالطريقة هذه ونحاولوا نحيو هاك الخيوط هذوكم راهم ما يطيبوش معناتها كي نطيبوهم يبقاو كيما هما. نعاود نوريكم مرة أخرى. نحاول ديما نحيو هاكم أكل الخيوط والقشرة الداخلانية هيك والجزء هذاك اللي يبدا فيه الشوك بالطريقة هذه. سهل راهو التقشير متاعو مش صعيب. نكملوا للي معاش معناتها معاش يخرجونا هيكم الخيوط هيكم الخشان. ويبقى هكا لونه أخضر مزيان وتتنحى هيك القشرة البرانية. نكمل نقشر الكل بنفس الطريقة. وهذه الكمية اللي تحصلت عليها تو باش نمشي نغسلها بالكدا ونشللها من الماء هذا. وهذه كمية الخرشف. توا ناخذ كسرونة نحطو فيها شوية ملح وشوية قارص. هذايا الماء باش نخليو الخرشف يطيب فيه. لهنا الخرشف راهو باش نغليوه في الماء يلزمو يطيب حتى للي كي نلمسو القطعة نلقاوها طرية. باش نوريكم كيفاش نقصوا الخرشف. ناخذوا القطع اللي يبداو أعراض شوية نقصوهم بالطريقة هذه نخليهم مشدودين من اللوطة ونقصوهم على 3 قطع. بالطبيعة الطول متاع لقشة الخرشف ناخذوها أقل شوية من كف الإيد. تنجمو تاخذوا راهو الطول اللي تحبوا عليه نتوما. هكايا خليوها مشدودة من اللوطة ونقصوها بالطريقة هذه. بالنسبة للقطع اللي ماهمش أعراض مش باش نخسروهم هاكم نقصوهم عادي بالطول. ومن بعد تنوريكم كيفاش نشكلوا بهم زادا شكل آخر متاع البوليس المكتف. نواصل بنفس الطريقة حتى نكمل بقية الكمية. هذوما كما شفتوا قصيتهم بالطول عادي خاطر ما همش أعراض ما يجيوش في الفورمة متاع القصة الأولى. وك القطع الصغار هذوكم الكل القش الصغار هيكم باش نصمتوهم هكاك قطع صغار. ومن بعد حاجتي بيهم في الحشو متاع البوليس المكتف. خاطر من بعد باش نرحيهم ونحطوهم مع الحشو متاع البوليس المكتف يعطيو جو بنين برشا. ذولي الطريقة واضحة ماهيش صعيبة. نكملو هكاك. وهذوما كما قلت لكم القطع اللي باش نستعملهم في الحشو. اللي مازال ما جربش بالحق استعمل الخرشف ولا ذاقه بصراحة راهو بنين برشا وننصحكم تجربوه. توا الكسرونة هذه نحطها على الغاز حتىش اللي يطيب الخرشف كما قلت لكم كي نلمسوه نلقاوه طري. ولهنا باش نحضروا الحشو نتاع البوليس المكتف. لهنا عندي تقريبا رطل لحم مفروم. انا المفروم الحقيقة ناخذ اللحم هبرة ونرحيه وحدي خاطر اللحم مفروم حساس شوية ويكون فيس على البكتيريا. عندي شوية معدنوس شوية بصل وثوم الكلهم قصيتهم جويدين. الثوم لهنا حطيت بزيد شوية يبنن برشا. باش نجيو اللفحات نتاعنا عندي ملح فلفل أكحل راس حانوت ولا تنجموا تستعملوا تابر مرحي كركم هريسة عربي لهنا خديت تقريبا شطر مغرفة ملعقة صغيرة فلفل أحمر وملعقة صغيرة هروس باش يجيني فاوح بالكدا إن شاء الله.
نحط الفحم تاعي ونزيد هنا بيضة باش تلم لنا الحشو نتاع البوليس المكتف. لهنا باش ندخل شوية المكونات في بعضها بالمغرفة، ومن بعديكا الحقيقة أنا ما نجمش نخدم إلا بيديا معناتها. الحقيقة ما نحبش نستعمل الجوانتوات برشا في التعامل مع الماكلة، اللهم كيما بكري باش ما تكحلش اليدين معناتها. أما راهو إيدين نظيفة خير من جوانتوات. الجوانتوات تبقى مادة بلاستيكية، معناتها إيدينا نظيفات ونخدمو بيها كيما هكا. ندخل المكونات الكل في بعضها بالكدا، وتوا الخشف نتاعي كيما شفتوا طاب. هذايا اللي باش نستعملو للشكل، وهذايا اللي باش نستعملو في الحشو. ريحيتو كيما قاعدين تشوفوا، وزدتو للحم مفروم تاعي وندخلو بالكدا مع بقية المكونات. هذايا الحشو متاعنا. تو باش ناخذ منه كعبات بنادق كعبارات صغار باش نحطهم في الصوص ولا المرقة اللي باش نستعملوها للبوليس المكتف باش تجي بنينة. تنجموا راهو تعملوا القيشات معناتها اللحم في وسط الصوص، اما انا حبيت نستعمل من نفس الحشو باش يجي القوم تاعو بنين. بالنسبة للمرقة اللي باش نطيبوها ولا الصوص، نجموا تعملوا صوص عادية ما فيها شيء، جوست كان عبارات اللحم هذوما. نجموا تعملوا مرقة لوبيا ولا مرقة جلبانة كيما باش نعمل انا. هذوما الكعبرات اللي تحصلت عليهم حطيتهم على جنب، وتوا باش نجي نشكل البوليس المكتف نتاعنا. خذيت الخرشف اللي حضرناه بكري، ولهنا عندي صحن فيه فرينة خاطر باش نلفوه في الفرينة ونقليوه. هذا الشكل نتاعنا اللي قصيناه بكري. توا باش نعملو دي بودا نتاع اللحم مفروم كيما نقولوا احنا عبود باللحم المفروم. نشكله بالطريقة هذه ونحطه في وسط الشكل كيما هكا، ونضغط عليه بالكدا باش من بعد في القليان ما تتحلش، واللي عندي الشكل المزيان هذايا البوليس المكتف. وراو البوليس المكتف على فكرة يقصدوا بها الدودان مش حاجة أخرى. نعاود نوريكم مرة أخرى الشكل. وهكايا نتحصلوا على شكل مزيان. نضغطوا شوي كما قلت لكم باش يجي الشكل مرتوب ومزيان وما يتفرتش. بالنسبة للي قصيناهم بالطول بكري القطع اللي ما يجيوش معناتها في الشكل هذا، ناخذ بودان عادي نتاع اللحم مفروم تاع الحشو اللي حضرناه وجيست نحطهم بالطريقة هذه. هذا شكل آخر تاع البوليس المكتف عادي برشا. فما شكون يحب يربطها بخيط نجمو زادا نخليوها هكا كي نضغطوا عليها بالكدا ما تتحلش بقدرة ربي، ما تتحلش تبقى كيما هكا. كملت حضرت البقية متاع الكمية. طب باش نحضر المرقة متاعنا. لهنا خديت كمية متاع زيت باش نقلي فيها قرينات فلفل. راهو كي نقليو هكا الفلفل في الزيت اللي باش نطيبو بيه يجي بنين على الاخر. خرج قرينات الفلفل بعد ما طابو. نقصت في الغاز على الاخر وزدت لهنا شوية بصل وشوية طماطم مكعب. قليهم شوية، واللي ما يحبش يقلي ينجم يخلط كل شيء في البارد ويطيب كيما يحب كل واحد وطريقته. ولهنا بعد ما نقليهم شوية باش نزيد ملعقة أكل ومعها شوية طماطم ونقليها. واللي يستعمل طماطم فيها شوية قروصية في المرحلة هذه يزيد شوية سكر ويقليها معاها شوية، معناتها تقريبا نص ملعقة ملعقة صغيرة سكر، ويقليها باش تنحى القروصية. قليو شوية طماطم. ولهنا باش نزيد أنا شوية هريسة عربي. الحقيقة لهنا في ولاية بنزرت نستعملو الهريسة العربي في الماكلة برشا تبنن. اللي ما يحبش يزيد يستعمل كيما العادة معناتها كيما مسانسي يفوح المرقة متاعو. ولهنا كي تقليت بالكدا باش نزيد الجلبانة متاعي. راهو مش باش نقليها جوست خلطت وباش نمرق طول بالماء السخون. الماكلة كي نمرقوها بالماء السخون تجي بنينة برشا. توا باش نفوحو مرقتنا. لأنا حطيت شوية فلفل أحمر، شوية ملح حسب الذوق بالطبيعة، فلفل أكحل،
التاب المرحي ولا راس حانوت اللي يساعدكم، شوية كركم. خلطت كل شيء. كي باش تبدا تغلي المرقة متاعنا باش نزيدها ملعقة ثوم مرحي. ولهنا جبت هاك الكعيبرات اللي حضرناهم باش نزيدهم توا للمرقة باش يغليو بالقدا مع الجلبانة، وتجيني هكاك المرقة متاعي بنينة. خلي المرقة متاعي تطيب في عقلها. ولهنا جيت حطيت زيت سخون على الغاز، حطيته يسخن يعني. ونجيبو البوليس المكتف متاعنا نلفوه في الفرينة كيما قاعدين تشوفوا ونقليه. لازم الزيت يكون سخون باش ما يشربليش برشا الزيت. ونبدا نحط بالكعبة بالكعبة حتى يشلي نكملو نقليو معناتها الكمية اللي عنا الكل. بالطبيعة نقلبوهم معناتها باش يطيبوا من الجهات الكل. هكاك يبداو بريسك طايبين، من بعد نزيدوهم جوست في المرقة من الاخر بالكل باش يغليو شوية. يزيدوا معناتها يشربوا الصوص ويزيدوا يكملوا الطياب متاعهم، ما غير يعني ما يتحلوا، يبقاو محافظين على الشكل متاعهم. يتقلاو شوية كيما قاعدين تشوفوا، ما خليش اللون يغمق برشا ونخرجهم. ونكملوا نقليو الكمية الكل. وهذه هي كمية البوليس المكتف بعد ما قليناهم كيما قاعدين تشوفوا شكلهم مزيان، لهنا خاطر ضغطنا عليهم بالكدا بكري دونك بقاو محافظين على شكلهم. لهنا المرقة متاعنا بريسك قريب طابت. في المرحلة هذه نزيدو البوليس المكتف متاعنا باش تكمل الغلوة متاعها مع البوليس المكتف. نزيد الكمية اللي عنا الكل كما قلت لكم نخليوها بريسك تغلي الدرج ولا أكثر شوية، معناتها فيسع خاطر ديجا البوليس مكتف مقلي طايب جوست باش يهز غلوة مع المرقة. ولهنا طابت المرقة متاعنا. شوفوا اك المنظر مزيان، زينتها بقرين فلفل رشها معدنوس وبصل. ما نحكي لكم شعر ريحة البنينة وعاء الجو البنين. أكلة زمنية حبيت نودكم بها كالعادة. نحبكم ديما تجربوا أكلات قديمة وممكن منسية، حاجة روعة. ونتمنى بالحق تجربوها. ما تنسوش كالعادة تشجعوني بجي من فيديو، أبوني للقناة وتفعلوا الجرس، ونتقابلوا إن شاء الله في وصفة قادمة.